لفيت الدنيا بحالها عشان الرقص، من مسارح برودواي في امريكا للفولي برجير في فرنسا. يا سلام، جراند فينالو جراند فينالو. تا دا تا دا تا دا تا دا. حتى السامبا في لاتين امريكا. تعرف كان نفسي اكون مضيفة عشان الف الدنيا. ياه. كان ليا واحد صاحبي يوناني في امريكا، ابنه مات قاعد يرقص. مرجع عقله طار طبعا. بالعكس، حكمة. قال له ما رقصتش الحزن هيجنني هيقتلني. بس عمري ما سمعت اسم حضرتك انك راقص يعني. انا لا احترفت الرقص ولا الطب. انا لما رجعت اكتشفت اني بعشق الحياة هنا، لا امريكا ولا اوروبا. احنا مش عالم تالت، وبالتأكيد مش عالم اول ولا تاني. احنا بلد متحضرة بتمر في ظروف صعب، حالة فريدة. احنا مش بلد متخلف، لكن عندنا فانتازيا التخلف. حلوة فانتازيا التخلف. عشان كل اللخبطة اللي انا قلتها لك دي، انا قررت اني استمتع بالحياة وبس. عشان معاك فلوس يعني، ماني. مفيش عيون فقيرة، في عيون غبية أو ذكية. وأنا عيوني إيه؟ جريئة. يعني ذكية. شفتوا تعنت السلطة وصل لحد فين؟ حتى الأسبان الوطنيين الشرفاء حبسوهم هنا. يسقط تعنت السلطة! يسقط تعنت السلطة! Good evening. You must remember that you have here good friends fighters like you. مساء القشطة. قشطة؟ قشطة عليك، ده مصر يا أولاد. أبويا وأمي من هنا اتعرفوا على بعض في حفلة بارتي يعني. إيه مش مصدق؟ أبويا كان أجدع واحد يغسل ديان. والله وامي كانت اجدع بياعه ملوحه في بحر يوسف كله. بس على فكره انا ونعمان عبد الحافظ مش قرايب خالص. المهم بدات شرايط الحب الاولى في دوار العمده لما كانت امي بتودي ملوحه متوحمه عليها مراته الجديده. قابلت ابويا هناك وبدات لاف ستوري كنت انا نتيجتها. بس انت لهجتك ما فيهاش صعيدي خالص. يقول المؤرخون عندما بدأت الهجرة عقب الانفتاح نزح أبو الفضل المزداوي اللي هو أبويا ومعه كمونة اللي هي أمي واستوطنوا في سوق رود الفرج حتى ماتوا مصداقا لقول البركامي عندما تموت هذا العام فإن الموت سوف يتجنبك العام القادم. انت بتفكرني بواحد صاحبي من وانا عندي 10 سنين في البلد قبل ما اروح اسكندرية. كان صاحبي قوي، يتيم زيي، ما كانش بيلعب مع العيال الصغيرة اللي في سنه، كأنه كان أكبر منهم بكتير. يقعد بالليل عند الساقية يغني مواويل كتير، معرفش كان بيجيبها منين، صوته لسه جوايا لحد دلوقتي. ليه بتكتب وأنا بتكلم؟ مفيش احترام. والله سامعك، أبوس إيدك كمل. العيال اليتيمة في السن ده بيبقوا حساسين قوي. كنا بنعيط أنا وهو بعد ما نغني. حبيته قوي، فجأة مات، معرفش من ايه. معرفش اللي انت بتفكرني بيه. انت بتعمل ايه؟ يا كلامك حساس قوي وحلو. خلاني اكتب قصيدة جديدة. انت شاعر؟ هو ده اللي معذبني. بقالي 10 سنين مش عارف اخلص كلية تجارة عشان شاعر، وهو ده اللي بيجيبني الزلازين. بنوك تجارة، اوهام شطارة، مناديل ورق في ايدين بنات،
على كل لون عقل وجنون، عمولات سريعة وتحويلات والسعر أنا. زحام مهول ما تقولش غول، بره الأصول والمعتادات. جوايا فكرة يا مدينة بكرة، اسمي هيملى الإعلانات. أضواء نيون الإعلانات والسعر أنا. لوموني ليه بتلوموني ليه؟ لو شفتم عينيه حلوين قد ايه؟ لو شفتم عينيه حلوين قد ايه؟ هتقولوا انشغالي وسهد الليالي مش كتير عليه، ليه بتلوموني؟ صوتك حلو، بس لازم تغني كلام أهم من اللي أنت بتغنيه. إحنا عالم تالت. يعني ايه؟ طلبة ترحيب. اكتب لي عنوانك. ياللي انت صوتك بيتغزل في عروسة حلوة بتتجمل، غني لناسك وبإحساسك يلقوا الدنيا دي أجمل وأجمل. ياللي استنى لسه ما خلصتش، استنى. ياللي انت صوتك بيتغزل في عروسة حلوة بتتجمل. جايلك مخصوص، كنت مرعوب ان الاقيكي مشيتي. انا فعلا كنت ماشيه. It's now or never. Kiss me my darling. ايه ده؟ متجوزة كده ليه؟ قلقانه جدا، خطيبي ما جاش ولا حتى تليفون. خير، اقصد ان شاء الله خير. تحسمي لي بقى اني اعزمك على العشاء النهارده في اسكندريه؟ لا انا لازم ارجع مصر. ترجعي ازاي؟ هتصرف. طب اتفضلي. لا بقول لك راجع مصر. ايوه انا رايح معاكي مصر. لا انا هركب العربيه، لا بتاعت الشغل لا. طب ممكن استاذنك لحظه واحده وراجع لك على طول؟ ثانيه واحده. ممكن لصاحبة العيون المدهشة تقبل الهدية المتواضعة دي؟ لا ده كتير، لا بليز. يعني طيب زي ما قلت.